التنانين ظاهرة مننا اللي بيقول إنها حقيقة ومننا بيقول إنها خيال. الصين خدته رمز القوة وبوتان حطته على العلم الدولي، ذكر اسمه في الكتاب المقدس، ومن الأطفال للشيوخ الكل عارف. في اللي شافه بطل، في اللي شافه شرير. تعال انت معانا بقى عشان تشوف الحلقة دي، لأن ده اللي يهمني بصراحة. وأنا كمان أشوف لك اللايك أبو بلاش والكومنت المجاني، ويلا نبدأ. وطبعا زي ما انت متأكد ان المشاهد اللي قدامك دي خيالية، فتعال نشوف الخيال القديم اللي بنى التنين. عندك مثلا الصين اتخذته رمزا للحظ، القوة، الحكمة. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. ده استخدموه كمان رمز للإمبراطور اللي اعتبروه ابن السماء المتميز بالقدرات الخارقة. وده لسه مستمر في الاحتفاليات التقليدية بتاعتهم، زي رقص السنة الصينية وبالأخص رقصة التنين. حبة دلع من اللي بمنع قلبي دب كتفي اتخلع. وده مختلف عن أوروبا اللي شافته رمز للشر، وده بيتمثل في قصة ماري جرجس الروماني اللي اعتبروه رمز للشجاعة بمجرد انتصاره على التنين. وده أصلا في صلب الإيمان المسيحي لما ذكر التنين في سفر الرؤيا. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. وكان هنا برضو رمز للشر والشيطان. وبما ان امريكا من مهاجرين اوروبا نقلت الاساطير والثقافة معاها، بس هم على طول بيحبوا يوسعوها، فكان عندهم اله شبيه بالتنين، كيتزاكويتل. وده كان اله يشبه التنين لحد كبير. وصفوه بالخالق والمخلص وعملوا له قرابين وطقوس دموية. وما سكتوش على كده، لا، ده الاسطورة بتكمل بوحش مائي وصفوه كاله اسطوري اسمه سيبكتالي، اللي الأسطورة بتقول إن الأرض اتشكلت من جسده بعد ما الآلهة قتلته واعتبروه كائن فوضوي شرير. فما تفهمش هنا التنين ممجد ولا ملعون. دلوقتي يا تريحوا يا تاخدوا. وأدام لفينا نروح بقى. فبيقول لك في الشرق الأوسط أيام حضارة بابل والسومرية كان بيرمز له برضه بالفوضى والشر، باين كده ما كانش حد بيحبه غير الصين. اوبا، ده بيطلع نار، ده بيطلع نار. وعلى حد ظني النقطة دي هتبقى شيقة ليك، فتعال نشوف البحوث اللي تعبوا فيها عشان يفهموا هو ازاي كان بيطلع نار من بقه. فبيقول لك ان هو عنده حويصلات رئوية تقدر تدفع بغاز الميثان والهيدروجين من جوه جسمه، واللي هيولعوا بسهولة عند تعرضهم للأكسجين. وطبعا ده مش لوحده كده، ده مع وجود غدد تساعد الغاز على الاشتعال. وطبعا كل ده بيتم في وجود أنسجة مقاومة للحرارة، اللي يتحرق مننا بقى. وفي الاخر محدش اعتمدها. ليه بقى محدش اعتمدها؟ عشان انتاج النار جوه جسمه ونفخه عن طريق بقه دي عملية بيولوجية معقدة، وغير كده هي مش مدعومة في اي تركيب بيولوجي لكائن حي تاني، بس هي كقصة اسطورية انتشرت في الفن العالمي وما زالت منتشرة لوقتنا. فعندك حاجات كتيرة اتكلمت عن التنانين. جيم اوف ثرونز اللي عيونك بتلمع اول ما بتسمع اسمه يا خلبوس، انا عارف. هاوس اوف دراجون. وحتى للاطفال انتشرت اسطورته وتعلقوا بيها عن طريق الانمي، زي دراجون بول، بلو دراجون. ومش بس كده، ده من خلال الالعاب كمان زي مونستر هانتر، سكاي ريم. فوصلوا الطفل انه يتعلق بالكائن المخيف ده بشوية مشاهد وقصص خيالية، مرة شرير مرة بطل، وهي بترزق. فمعنى كده وعلى الرغم من جهلنا هو خيالي ولا حقيقي، بطل ولا شرير، فانت اللي بتصنع قصته، وانت برضو اللي بتحط له النهاية. فاصنع قصة الجناة الهادي معاه باشتراك زيه زي اللايك المجاني عشان تعمل لنا باف للفيديو. ويا ريت ما تخشش بيدك فاضية، خد صحابك وانت داخل للقناة عشان نعرف رأيكم في انهي لعبة احسن، مونستر هانتر ولا سكاي ريم. عاوز اشوفها بتولع في الكومنتات. وفي النهاية برضو ما تنساش تقول لي رأيك في الحلقة.